السلام عليكم. قبل ما اكلمك في الموضوع المهم قوي اللي انا هكلمك فيه دلوقتي، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس وتعمل لايك عشان ان شاء الله يوصلك كل جديد وتقدر يوصل الفيديو لاكبر عدد ممكن، وتقدر تفيد اكتر عدد او اكتر عدد من الناس حالتهم زي حالتك. طيب الموضوع اللي انا هتكلم عنه هو ايه؟ هو انا دلوقتي لو رحت الكشف الطبي واتعرضت على الدكتور وقلت له انا عندي المشكلة الفلانية، وخدني وداني العيادة وما اقتنعوش بالمشكلة اللي عندي، ولقيت نفسي مكمل، هل انا كده لبست؟ يعني ما اقدرش اعمل تظلم ولا اقدر اعمل اي حاجه؟ وهل لو انا ظابط هل اقدر اعمل تظلم ولا ما اقدرش اعمل تظلم ولا ايه؟ بص انا هرد عليك دلوقتي. هنفرق الاول، هل انت سنه ولا سنه ونص ولا سنتين ولا 3 سنين؟ طيب هي هتفرق في ايه؟ هتفرق جدا. لو انت سنه ده بيعامل معامله واحده، طب ولو انت سنه ونص او سنتين او 3، هي دي هتفرق. طب انا امتى ببقى سنه ونص؟ ببقى سنه ونص لو انت بتبقى سنه لو انت مؤهلك عالي او انت واخد معهد 4 سنين. طيب بتبقى سنه ونص امتى؟ بتبقى سنه ونص لو انت واخد معهد بس معهد سنتين. طيب بتبقى سنتين امتى؟ سنتين لو انت معاك دبلوم، دخلت صنايع ومعاك دبلوم. طيب بتبقى 3 سنين امتى؟ لو انت معكش مؤهل خالص. فلو انا سنه معايا مؤهل عالي او معايا معهد 4 سنين، ده بيتعامل معامله واحده. طيب ولو انا سنتين او سنه ونص او 3 سنين، بتعامل معامله تانية. طيب خلينا نتكلم الاول على السنتين او على السنه ونص او السنتين او ال3، اللي هو المعهد السنتين او الدبلوم او اللي معهوش مؤهل خالص. ده بيعمل ايه؟ انا خليني دلوقتي لبست في التجنيد، رحت يا جماعه انا عندي المشكله الفلانيه وعندي المشكله الفلانيه، الدكاتره ما اقتنعوش وراحوا مدخليني. طيب انا هعمل ايه؟ كده لبست؟ لا انت كده ما لبستش. طب هتعمل ايه؟ هتستنى تاني يوم، بعد ما يعني انت تخلص النهارده الكشف الطبي، تاني يوم على طول تقدر تروح التجنيده. تعمل ايه؟ تقدر تروح تعمل تظلم. ليه؟ لما تروح تعمل تظلم هيحولوك الحلميه، فانت ما عندكش اي مشكله. يبقى ده بالنسبه للسنه ونص والسنتين والثلاثه، فانت خليهم ما اقتنعوش بكلامك، مفيش مشكله، عندك حل تقدر تعمل تظلم وتروح بيه ايه؟ هيودوك مكان اسمه الحلميه. الحلميه ده هتروح هناك تتعرض على ناس تانيين بالمشاكل اللي انت عايزها. هتروح تعمل تظلم، فالتظلم بيسالك انت عندك مشاكل ايه؟ هتقول له مثلا عندي صدر، بطنه، رمض، اي حاجه، اي مشكله بتشكي منها هتقولها، فهو هيكتب لك العياده الخاصه بيها، وهيحدد لك يوم في الحلميه، وهتروح في اليوم ده تكشف فيه، فانت ما عندكش مشكله. المشكله بتبقى امتى؟ بالنسبه للسنه. طيب بالنسبه للسنه هنفرق ما بين حالتين، هل السنه ده اترشح ضابط ولا عسكري من اول مره؟ يعني ايه؟ ما احنا لما اتكلمنا عن السنه ونص والسنتين والثلاثه وقلنا عليهم ان هم بيبقوا عساكر على طول، ده عشان هو ما بيترشحش ضابط. مفيش ضابط بيبقى جيشه سنه ونص، ولا يعني مفيش ضابط بيبقى معاه معهد سنتين، ولا في ضابط معاه دبلوم، ولا في ضابط معهوش مؤهل. الضابط هو اللي بيبقى ايه؟ اللي هو اصلا المفترض ان هو كان سنه، اللي هو المؤهل العالي، سواء معهد 4 سنين او آم، معاه مؤهل عالي، كليه او جامعه. ماشي. طيب بالنسبه للي هو اللي جيشه سنه، هنفرق ما بين حالتين. الحاله الاولانيه، هل هو جيشه سنه ده اترشح ضابط احتياطي لما راح يوم الكشف الطبي، ولا هو عسكري على طول؟ لو عسكري على طول ما عندناش مشكله، لان هيطبق عليه الحاله اللي انا لسه قايل لك عليها من شويه. لو عسكري على طول هيقدر يروح يعمل تظلم تاني يوم، ما عندوش اي مشكله. طيب انا دلوقتي لو بقيت ضابط، طيب انا اقدر اروح اعمل تظلم؟ لا ما تقدرش تروح تعمل تظلم. طيب امال هعمل ايه؟ الحل بتاعي او الحل الامثل اللي انا اعمله ايه؟ بص، انت مش هتقدر ما تقدرش تعمل تظلم ابدا طول ما انت عسكري. طب اعمل ايه؟ هتستنى اليوم الارجا. يوم الارجا هتروح الارجا بتاعتك، والله نزلت عسكري هتقدر تعمل ايه؟ تظلم. طيب ما نزلتش عسكري وكملت ضابط، وهتبدا بقى تخش الاختبارات اللي هي بتاعت الضباط، تعمل الكشف الطبي ومش عارف تتعرض مش عارف ايه والكلام ده كله، هتفضل مستني، وارد في اي اختبار من الاختبارات دي ايه؟ تنزل عسكري. اول ما تنزل عسكري هتتوجه للتجنيد تعمل تظلم. طب خليني ما نزلتش عسكري، هي الدنيا كده باظت؟ يعني انا كده ما عنديش حل خلاص؟ مش هقدر اعمل اي حاجه؟ بص، انت طول ما انت ما نزلتش عسكري ما تقدرش تعمل ايه؟ تظلم. طيب انت لما تروح الكشف الطبي بتاع الضباط، لو انت مكمل ضابط عندك مشكله معينه، قول لهم انا عندي المشكله الفلانيه، ولما يسالوك ترغب او لا ترغب قول لي ارغب. طيب هتبدا تنزل عسكري. طب خليني نزلت عسكري، ولكن لما نزلت عسكري نزلت في اخر الايام خالص، اللي هي اصلا انا كنت المفروض هترحل فيها. تمام. طيب انا دلوقتي هترحل، المفترض ان انا نزلت عسكري مثلا امبارح وهترحل بكره. طب انا هعمل ايه وانا كده الحق اعمل تظلم ويحولوني الحلميه؟ لا.
طب انا كده الامل بتاعي ضاع، عندي مشكله خلاص كده المشكله ضاعت وكده اللي دخلت ولبست. لا، انت لما بتروح معظم مراكز التدريب، يعني مثلا لو انت داخليه او بلاش داخليه، لو انت حربيه، معظم مراكز التدريب لما بتخش تيجي تترحل بيسالك عن حد بيشتكي من حاجه يا جماعه، حد عنده مشكله فلانيه يا جماعه، حد عنده كذا. فانت هتبدا في اللحظه دي تقول له انا عندي المشكله الفلانيه، عندي المشكله الفلانيه، بشتكي من كذا بشتكي من كذا. ده في حاله ان انت ما رحتش عملت تظلم. طبعا عملت تظلم وعايز ترجع تشتكي، اشتكي مفيش اي مشكله. هيسالك عندك مشكلتك ايه، يقول لك هتقول له المشكله الفلانيه، هياخدك يعرضك على دكتور فين، في البتاع ده، في المعسكر اللي انت فيه. طيب بعد كده الاجراء اللي هيتخذ ايه لو انا عندي مشكله؟ لو انت عندك مشكله كبيره، وده حصلت مع ناس انا اعرفها وزماء اصحاب ليا لما كنا بنقدم في الجيش، لو عندك مشكله كبيره هيبدا يديك اجازه 10 ايام 20 يوم وهكذا، وتبدا ترجع تجدد الاجازه لحين ما يبداوا يعرضوك على متخصص او يديك اعفاء على طول. طيب او ما يديكش اعفاء، يعني لو انت عندك مرض ما اكتشفش وقت التقديم عشان انت كنت ظابط مترشح ظابط، فضلت مكمل ظابط لحد ما رحت مركز تدريب، في مركز التدريب الموضوع ما خلص، هتقدر تتعرض تاني وهتقدر تاخد اعفاء، ما عندكش مشكله. فما تقلقش وما تقعدش شايل الهم، واعرف يعني، حاول لما تسال حد تسال حد عارف. ليه؟ لان الشخص اللي انت هتلاقيه عارف ده هيفيدك جدا، وهيقدر ان هو يقول لك المعلومه الصحيحه. ماشي، ان شاء الله ربنا يراضي اي حد عايز ياخد اعفاء. ماشي، اهم حاجه مش هرجع اكد عليك في كل فيديو، ما تعملش مشكله مع العساكر هناك، ما تعملش مشكله مع العساكر هناك. ليه؟ لانك هتتقدر، ممكن تكون رايح تعمل تظلم، التظلم ده بياخد 10 دقايق، بياخد ربع ساعه في التجنيد وبتمشي. يعني لو رحت 8 ممكن تبقى مخلص مثلا 9. لو عملت مشكله مع عسكري هناك او شديت معاه او اي حاجه، ممكن تلاقي نفسك ماشي الساعه 2 الساعه 3. ليه؟ لان انت لو عملت مشكله هتصدر لنفسك حوار على الفاضي. ماشي، بالتوفيق ان شاء الله. شكرا، السلام عليكم.